السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسماء من قناة قصص أسماء. شكرا لكم من القلب والتفاعل ديالكم مع آخر فيديو. ما غاديش نطول عليكم أكثر ورجعت لكم وسجلت قصة اللي غادي تعجبكم. هذا هو جهد عليكم وأحبكم. قصة ديال اليوم قصة ديال سناء عودت لي القصة وأنا غادي نحكيها لكم. سناء من نواحي مدينة أزيلال، كان لها 5 إخوة، 3 بنات وولدان، وكانت هي البنت اللي كبيرة فيهم. وكان الأب ديالها يعمل في نواحي مراكش، وأمها كانت ربة بيت. كانت كتقرا سناء. ملي وصلت الخامس الابتدائي خرجها الأب ديالها باش تعاون الأم ديالها في الأشغال ديال المنزل. وفي العام 2004 تقدم رجل اللي يخطبها. لم تكن سناء راضية على هذا الزواج، لكن رغم أنها تزوجت وتقول سناء أعطاني 1000 درهم، يعني 20,000 ريال في الصداق. في اليوم العرس لبست الثياب الخاصة بتلك المناسبة، وكان ديك الشخص سميته محمد ساكن في ميدلت. ذهبت إلى ميدلت، المكان الذي يقترن فيه زوج يعني محمد. حسب الأعراف والعادات العرس كانت أم سناء تلعب دور الأب والأم في المنزل، بحكم أن أبوها كان دوما غائبا، ومرة كيبقى يجي للدار لأنه كان بعيد، خدام في مراكش. وما جاش العرس، يعني الأم هي اللي خاصها تتكلف بكل شيء، الأب والأم. بعد ما مسافة طويلة وصلت سناء الميدلت. فاش وصلت الميدلت لقيت هادوك الناس ساكنين في واحد الحالة لا يرثى لها. وصلت المنزل الذي سوف أعيش أنا ومحمد. صراحة ما عطونيش بالقسط من الراحة بحكم المسافة الطويلة التي قطعتها أثناء السفر. فور وصول سناء كانت على موعد مع تقليد الدخل الذي يجب أن تحصل قبل موعد العشاء، فأدخلوها الغرفة المخصصة للدخلة، ودخل بعدها الرجل يعني الزوج ديالها اسمه محمد. دخل قبل مني اطلق شي موسيقى، ومن بعد حيد جلابة تخلعت جاتني البكية، ومن بعد حاول معها لكنها رفضت، ثم خرج إلى أخبرهم هاد السيدة ما منهاش. ثم دخلت أم وعائلة الرجل، وسمعت أحد العائلة يقول إلا ما بغات خاصكم تربطوها، ولكن لحسن الحظ أن فقيه كان حاضر. أخبر الجميع أن ما سيقوم به حرام ولا يجوز شرعا. وفي يوم التالي ذهب الجميع وتركوها وحيدة إلا خالها الذي كانت زوجته من نفس العائلة. مكثت لمدة شهر في ذلك المكان، وكانت تسمع النجير كل يوم. بعد ذلك أعادوها إلى المنزل الأصلي، وكانت سناء سعيدة بذلك. ومن هذه القصة نستفيد بأن يجب الاحترام لخصوصية البنت. إذا كانت لا تريد الزواج من ذلك الشخص فيجب الاحترام رأي الشخص، لأن سناء لا تعرف محمد عن ماذا يفعل، لم تذهب إلى منزله فقط عندما ذهبوا إليها. المهم يجب احترام الخصوصية الرأي الشخصي. المهم يا أصدقائي ما تنسوش ديروا واحد اللايك وتبارطاجوا لا فيديو إلا كان عجبكم، وما تنسوش تدخلوا عندي الانستغرام ديالي، راني كنجاوب كاع لي ميساجات. وبالتوفيق لكم ومع السلامة. وكتبوا لي في التعاليق إلا قصة نعاود لكم، ودخلوا عندي الانستغرام إلا عنده شي قصة يعاودها ليا. يلا بسلامة، تهلاو في راسكم.